السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا أجمل متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. طبعا الجو الساقع بقى دوت كده ايه. يعني محتاج أكلة كده تدفي وفي نفس الوقت مغذية ومفيدة جدا، وايه ويعني وهتعجب الكل. احنا قلنا بقى نعمل ايه؟ شوية شوربة عدس أصفر بطريقة جديدة ومكونات سهلة جدا وموجودة عندك في البيت، وحاجة يعني حاجة خطيرة جدا. وفي نفس الوقت برضو يعني مش مكلفة. واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايكات. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف المكونات والطريقة. جبنا بقى ايه حلة. الحلة دي هتكون أكبر من الكمية اللي انت ايه هتستعمليها. حطيت فيها معلقة سمنة بلدي تديله طعم خطير جدا، ويعني بتبقى الريحة حلوة قوي. ما كانش عندك مش متاحة، أي سمنة عندك متاح، معلقة بس كده حلوة كبيرة كده نحطها في الحلة وننزل عليها بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات. هنشوحهم تشويحتين بس كده، مش هنغمقها ولا هنغير لونها. وحطينا كمان عليهم 3 فصوص توم سلام، يعني مش متقطعين ولا حاجة. وجبنا كمان جزراية كبيرة مغسولة كويس جدا ومتقشرة ومتقطعة برضو مكعبات، نزلنا بيها على البصل وهنشوحها برضو تشويحة بسيطة، يعني تقليبتين 3 كده هوت لحد ما تلاقيها ايه بس يعني دبلت شوية. بعد كده برضو جبنا طماطمتين بقى كده حلوين كبار، قطعناهم برضو غسلناهم حلوين قوي قوي وقطعناهم برضو مكعبات، ونزلنا بيهم على ايه المكونات اللي في الحلة، اللي هو الجزر والبصل والثوم ونزلنا عليهم بالطماطم. انا بقى كنت جايبه ربع كيلو عدس، بس شفتي بقى لون العدس بقى اللي لونه غامق ده، اللي لونه برتقاني يعني كده غامق قوي، ده اللي بيبقى ايه حلو قوي قوي، ما بتضافلوش اي حاجه عشان تغير اللون. انا جبت ربع كيلو من العدس اللي انتوا شايفينه لونه الجميل دوت. طبعا غسلته غسله حلوه قوي علشان ايه الماده الحافظه اللي عليه دي تطلع لحد ما تلاقي الميه بيضاء في ايديكي. نزلت بقى عليه بالمكونات، يعني نزلت على العدس بالمكونات اللي في الحله دي. ده بقى ايه يعني خدي له 5 دقايق كده تشويحه، عشان ايه كل ما تديله التشويحه كده الحلوه بيغمق كمان في لونه، بيخلي اللون الاورنج ده بيبقى حلو قوي، او زي ما انتوا شايفين كده اهوت. والربع كيلو بصراحه يعني هيكفيكي وحلو قوي. ولو انت برضه عايزه تزودي دي براحتك وزودي المكونات. ونزلنا بقى عليه بالميه السخنه، لازم تنزلي عليه بميه سخنه عشان ايه العدس ما ياخدش معاكي وقت في السوا جامد. بعد كده بقى نزلنا بمعلقه فلفل اسمر، ومعلقه كزبره بودر، معلقه كمون بودر، معلقه 7 بهارات، معلقه السكر بقى دي بتعادل الحموضه بتاعه الطماطم، ومعلقه ملح. كل دول معالق صغيرين. ومكعب بقى مرقه، عشان انا ما عنديش شوربه، فطالما حطيتي ميه حطي له بقى مكعب مرقه بتاعه خضار، مرقه لحمه، مرقه فراخ، اي حاجه بتدي له برده طعم ونكهه جميله جدا. قلبيهم بقى كده مع بعض وروحي ايه مغطياه. الميه بقى اللي انت حطيتيها لازم تكون فوقها كده بحوالي 3 صوابع، علشان يعني ايه لما تشربها ما يبقاش ايه العدس ظاهر. هتوطي بقى عليه يعني ايه وسط مش قوي، لحد ما تشوفي بقى بصي العدس. وكل ما تلاقيه شرب الميه ولسه ما استواش حطي له برده كوبايه ميه سخنه. شفتي بصي كده الجزره مهريه ازاي، والعدس بصي كله بقى سايل، يعني ما فيش ولا حبايه باينه. بعد كده بقى ايه هنجيب الهاند بلندر وهنضربه. لو انت بقى برضو مش متاح عندك الهاند بلندر حطيه في الخلاط، بس هتحطيه في الخلاط بعد ما يبرد عشان ما يبقاش سخن، ايه يتلف الخلاط، يبرد بس كده وتلاقيه دوبك دافي واضربيه بقى في الخلاط. خلاص كده وحطيناه في الحله تاني زي ما هو. جبنا بقى ايه الطاسه حطينا برضو فيها معلقه سمنه بلدي حلوه قوي جميله بتدي ريحه بقول لك طعم خطير. وتحطي بس معلقتين شعريه، علشان ما تكتريش الشعريه. ليه بقى؟ لان لو كترت الشعريه هيتخن العدس مش هيبقى شوربه، هتديله بس اللون الذهبي. برضو ما تغمقيش الشعريه علشان ايه ما تسودش العدس وتخلي لونه بهتان. يا دوبك بس اهو كده زي ما انت شايفاها اللون الجميل دوت. ننزل بقى بيهم على ايه على حلة العدس. ناخد بقى معلقة من العدس اللي انت شايفاه، بص اللون الجميل مش متضاف له اي حاجة غير اللي انا قلت لكم عليها.
حطيها في الطاسة وانزلي بيهم تاني على الحلة. قلبي بقى الشعرية دي مش هتاخد معاكي يعني 3 دقايق وتلاقيها استوت. بص السمك بتاعه هو بقى دوت شوربة العدس الجميلة الخطيرة اللي هي هتعجبك قوي قوي قوي. ويعني هتحبيها كده ايه وانت بتاكليها. خلاص بقى بعد كده خلاص ما استوى. زي ما انتم شايفينه سايل، مش تقيل. غرفنا طبعا بقى في الحاجة اللي انت تاكلي فيها او اللي هتقدمي بيها، وهو سخن بقى كده جميل. وتقطعي بقى تقطعي عيش محمص جنبيه كده، تحمصيه في الفرن، تحمصيه فوق على البوتاجاز. وتجيبي بقى جنبيه ايه بقى طرنشات بصل وطرنشات ليمون. دي بقى جنب أكلة العدس. واو، خطيرة خطيرة خطيرة، يعني حاجة تانية خالص. والربع كيلو عدس بصراحة يعني كفة حوالي 4 سلاطين من اللي انت شايفاها الكبيرة دي، لأن كل ما بتحطي له المكونات دي بيكتر. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. واللي أول مرة برضو يشوف القناة يدخل ويشترك ويفعل الجرس واللايكات، ما تنسوش اللايكات. وبالهنا والشفا، وأكلة جميلة جدا جدا جدا. ولو انت عايزة برضو تجيبي بصل أخضر جنبه عادي ده براحتك، بس طرنشات البصل ده العادي مع طرنشات الليمون خطير جدا 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 جنب شوربة العدس. وتقولوا لي بقى ايه رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.